بعض المواقف. إن عالما خاليا من الغيبة والبهتان له عالم جدير بإقامة علاقات دولية سوية تعايشية ناضجة. أما الذي لا يمسك لسانه ولا يضبطه فهو يسعى إلى الصدام وإلى الصراع وتأسيس علاقات العنف والتوتر واللاسلم. نعم أيها الإخوة، يتضح لنا كخلاصة من هذا الذي رأيناه الآن من سورة الحجرات أن ثمة حاجة ملحة إلى بلورة رؤية إسلامية تقوم على أساس الحوار البناء ونبذ العنف بكل أشكاله، كما أن التعايش بين المجتمعات أضحى أمرا حتميا تفرضه المصالح المشتركة ويفرضه تداخل المصالح والمنافع بين الأمم التي باتت تدعو إلى وجوب تجنب العزلة والعداء والتصادم وإحلال قيم التسامح والتعايش محلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولقوله تعالى قبل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكذلك نفس الصورة، صورة دعوة الإسلام إلى السلم وإلى التعايش السلمي بين جميع الشعوب وجميع الأمم، يعني قد نجدها في قراءة في فقه العيش مع الآخر، خاصة ونحن نتصفح كتب الفقه الإسلامي، فنجد عناوين كبرى مثل مثلا مفهوم الخلاف عند الفقهاء، مضمون مصطلح الأمان